وبركاته. اهلا بطلاب الصف الثالث الثانوي. النهارده هنلم الوحده الثانيه، هنعمل اهم تريكات الوحده الثانيه، هنعمل مراجعه على كل قواعد الوحده الثانيه، وان شاء الله يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس. وفي سؤال في نهايه الفيديو يا ريت نجاوب عليه في الكومنتات. بسم الله نبدا مع بعض. ايه الاسئله اللي ساعات بتيجي في القواعد بناخدش بالنا منها وتضيع مننا درجات؟ حاجات بسيطه قوي نخلي بالنا منها. لما يقول لي كلمه توت لا فاميليا يعني كل العائله، لما اجيب بعديها فيرب وعايزه اصرفه، صرف الفيرب اللي بعديها. ما حدش يقول لي كلمه توت لا فاميليا العائله دي يعني جمع فيها البير والمير الاب والام والاخت فيبقى جمع. لا، كلمه توت لا فاميليا كلها بتستبدل كانها ال المفرد. دي معلومه صغيره جدا. يعني مثلا عايزه اصرف بعدها فيرب الي، مثلا يذهب، العائله بتذهب، هقول هنا فا مصرفه مع ال. تمام. طيب كلمه لي جون يعني الناس، الكلمة دي بتعادل الجمع في التصريف لما يجي بعديها الفيرب. طيب شاك إليف يعني كل تلميذ. طيب لما اجي اصرف بعدها الفيرب كانها بتعادل المفرد بالظبط، بستبدلها المفرد بالظبط. يعني الفيرب بعديها مصرف في السنجولير في المفرد. حاجه نخلي بالنا منها كلمه فوز انفون مثلا، اطفالكم. لما حدش يقول لي انا هصرف مع الفو، فوز انفون اطفالكم بتعادل الجمع بالظبط. مثلا عايزه اصرف بعدها الفيرب الي، هقول فون يذهبوا. لو فيرب اتر هنا اقول سون يكونوا. تمام. نخلي بالنا من التريكات دي، بتيجي في القواعد نخلي بالنا منها. توت لا فامي كانها ال، لي جون ال، شاك إليف يعني المفرد، وفوز انفون لما الاقي الفو قدام الاسم بتعادل الجمع. يا اخت يعني الزبادي. طبعا احنا عارفين في اللغه الفرنسيه لما بلاقي الأش والجريك دايما بيكونوا لتر فويل حروف متحركه. يا اخت لما الاقي الأش والجريك المفروض ان انا بدي الا ابوستروف لان دي حروف متحركه. لا، كلمه يا اخت الزبادي بقول بدي اللو، ما بعملش الا ابوستروف. اما اقول هنا جو يعني انا، مانج انا باكل، هنا هقول دي يا اخت يعني جو مانج يعني انا باكل، دي يا اخت باكل زبادي. المفروض لو واحد جابها في الاختيار هيقول دي الا ابوستروف عشان دي حرف الفويل، هقول له لا الكلام ده غلط. تمام. لان احنا عارفين الاكلات بتاخد هنا ادوات البغط تيت التجزئه. طب مين اللي زي يا اخت نخلي بالنا؟ هاند بول، هاند بول يعني لعبه الهاند بول برضو بدي الليل. تمام. هوكي وعندي اليوجا نفس الكلام، كلهم هنا بياخدوا الليل. تمام. طيب يبقى هاند بول، هوكي، يوجا، يا اخت بدي الليل وليس الا ابصرف. كلنا عارفين المعلومه دي. اقول هنا معلومه كمان، لما اقول هنا جيم يعني انا احب وافضل هنا كافيه القهوه. طبعا فيربات الميول بأدي اللي وليست ادوات التجزئه. طيب ايه اللي زي فيرب ايمي؟ فيرب بري في ري، وعندي ادوغي يعشق، وعندي دي تستي يكره، ومعاهم فيرب ايمي. لو شفت اي واحد من الفيربات مع الرياضه مع الاكلات مع وسائل المواصلات بدي اللا ابوستروف للجمع. الكلام ده سهل واحنا عارفينه. ايه اللي نخلي بالنا منه؟ لما اقول هنا جادور سيت جلاس يعني انا بعشق الايس كريم، هذا الايس كريم. تمام. يبقى انا هنا بدي ايه؟ ادوات معرفه او صفه اشاره. جيم براندر دي لي. الله يا ميس مش انت قلتي لي مع فيرب ايميه بندي اللي واللا واللا ابوستروف وليه الجمع؟ هقول لك هنا في عندي فيربين في الجمله. انا ما دام انا ما اشتغلتش على الفيرب الاولاني هنا تبعا للفيرب الثاني. هنا الاكل بدي معاه ادوات التجزئه عادي وما بيتغيرش في حاله النفي، لان احنا عندنا قاعده في اللغه الفرنسيه الفيرب الاول بصرفه والفيرب الثاني بيكون في المصدر والاداه تابعه للفيرب الثاني. الاداه هنا بتكون تابعه للفيرب الثاني وليس الفيرب الاولاني. نكمل معايا، ما تنساش تحط لايك للفيديو عشان الفيديوهات ترتفع يا جماعه وننزل باقي الفيديوهات. لما اقول هنا المعلومه دي خلي بالك مهمه جدا. جاشيت انا بشتري. طب انا بشتري هنا فروي فاكهه. واحد هيقول لي دي سهله يا ميس، فروي فاكهه يعني جمع بدي الدي. طيب لو انا كتبت نفس الفراز وقلت جاشيت انا بشتري، وقلت هنا بون فروي يعني فاكهه طازه او فاكهه جميله،
بون هنا ديت صفة جمع. للصفة الجمع اللي بتسبق الاسم الجمع بستبدل الد بالدو. في الحالة ديت بدي الدي في الاختياري. لو جات لي بركز قوي، ما ببصش على الاس واطلع اجري واختار الدي، لا، مادام في اسم جمع مسبوق بصفة جمع فبدي الدي وليست الدي. تاني لما اقول هنا اكزامبل مثال واقول لك je ne veux pas، يعني انا لا اريد، هنا انا ناس. واحد يقول لي ادي الاس فحدد دي الجمع، هقول له ركز وانت بتبص للافراز، لو لقيتها فيها نفي يبقى في الحاله ديت هنا بدي الدو. طب الكلمه مبدوءه بلتر فويل تبقى دو ابوستروف. تبقى خلي بالك من الحالتين دول، الصفه الجمع المسبوقه، الاسم الجمع المسبوق بصفه جمع دي، في حاله النيجاسيون نفي بدي دي او دي ابوستروف. من الحاجات اللي بتيجي لنا في القواعد وبنغلط فيها، لما اقول هنا جي فا انا جعان، فا جعان او اسوف عطشان، الحاجات دي بتسبق لما يجيب لي في الاختياري بتسبق بصفه، فبقول اتغي، هقول جدا، او كلمه جران يعني جعان جدا. تمام. طيب والمعلومه الثانيه ان فا وسوافا بيكون معاهم فيرب افوار، لما يجيبها لي في الاختيار باخد فيرب افوار. ساعات يقول لي تختار افوار ولا اتر، لا، الفا والسوافا والبير والشعور باخد هنا فيرب افوار. طيب ايه المعلومه الثانيه؟ لما اقول هنا جي انا واقول هنا فا انا جعان، جعان شويه، هقول ان بي، ده مصطلح نحفظه، ان بي يعني جعان شويه، والكلام بينطبق برضو على اسوف. طب نخلي بالنا من التركات الجايه الصغيره ديت، تبقى ده كله احتمالات بتجيلي، اتغي، جران، ان بي. طيب لو جات لي جعان شويه صغيرين هقول هنا اون بتيت. ايه ده يا ميس انت عملتيها مؤنثه؟ هنا جي ان بي فا، جي اون بتيت سواف او فا. دي كل الاحتمالات اللي ممكن تيجي لك مع الفا او السواف. من المعلومه دي برضو مهمه، لما اقول هنا طبعا احنا بنتكلم في الوحده الثانيه عن الاكلات، يعني اقسام السوبر ماركت، غيو يعني قسم، والكلمه دي مسكولة مذكر. تمام. لما اقول لك حط لي اداه استفهام في اي قسم tu vas pour acheter des huîtres، يعني انا في اي قسم ممكن اذهب عشان اشتري دي زويتغ، يعني المحار. طبعا قسم هنا المير قسم البحر، منتجات بغدوي دي لامير قسم منتجات البحر. طب انا محتاجه هنا اداه استفهام، فنخلي بالنا، فبقول دون تل، يعني في اي قسم، دون كل يعني في اي قسم. لو الكلمه مؤنثه بدي كل المؤنثه، لو جمع مذكر بدي جمع مذكر. طيب لو هنا مديني في اي اقسام اس ادي كل الجمع المذكر. طيب لو هو مديني جمع مؤنث هقول كل اخرها اي اس. ملك اهم بخنو ضمير في الوحده الثانيه الاون. امتى استعمل الاون في الاختيار يا مس؟ لو لقيت في الافراز او في الجمله ادوات نكره او ان او ده، روح مستبدل المفعول بالأون. لقيت في الإفراز أدوات بختتيف تجزئة دي، دي لا، دي إلا أبوستروف، دي الجمع استبدل المفعول بالأون. لو لقيت في الإفراز كانتيتي كمية، لما أقول هنا أم ب دو بكو دو أسي دو، كلهم بياخدوا معاهم الدي لان ده مصطلح تركيبه. دو يعني قليل، اتغو احنا بنراجع، دو يعني بالزياده، ام بو دو يعني قليل، بوكو دو يعني كثير من، السي دو يعني مساوي، موان دو قليل، اتغو دو يعني بالزياده. بس كده يا مس؟ لا، لو لقيت في الافراز عدد دو رقم 2 تغوا اي نمبر، اي نمبر لقيته في الافراز بستبدل المفعول بالبرونون اون. طيب واهم معلومه، لو لقيت في الافراز فيرب فير زائد رياضه بستبدل المفعول بالبرونون اون. طب طبق لنا يا مس بمثال الجمل عشان الفيديو ما يطولش. لما اقول هنا جي في دو لا ناتاسيون او اي رياضه، ادي فيرب فير
وبعديه ادوات التجزئه بالرياضه بستبدلهم بالان. هقول جون في ايوه انا بمارس السباحه. طب لما اقول هنا توما مانج بيكو دي فروي، يعني توما بياكل فاكهه كتير، هستبدل هنا المفعول. فين المفعول؟ فاعل مفعول في ايه؟ كلمه بيكو كانتيتي عدد كميه، بستبدلها بالان. هقول هنا ان هو بستبدله بان، ادي ان مانج هو بياكل، ايوه بياكل منه كتير. خلي بالك بيكو دي على الرغم ان الكلمه جمع ولكن ده مصطلح كل الكانتيتي الكميه بعديهم دو، حتى لو بعديها اسم جمع ما ينفعش اعملها دي الجمع. طب تخلي بالك من الملحوظه دي. امال لما اقول هنا جيم انا احب بيكو السمك، طب هتاخد هنا دو ولا هناخد ايه؟ دي جمله مهمه جدا. هنا يا ميس مش انت لسه قايله لنا بدايه الفيديو ان فيرب ايمي من فيربات الميول وادي جه بعديها بيكو اد لو. معلومه مهمه جدا. رغم ان احنا ان بيكو لازق فيها الدو دايما، ولكن في هنا مع فيربات الميول اديت لو. جيم بيكو لي بواسون انا بحب السمك كتير. الكانتيتي الكميه لما اقول لك هنا جي انا مانج باكل بيكو كثير، ورحت حاطه هنا بوا نقطه وقلت الجمله بتاعتي خلصت. فين الدي يا ميس؟ انا مش محتاجاها. يبقى الكانتيتي لما تيجي في اخر الفراز ما بحطش معاها الدي، مش لازم ان انا احط معاها الدي. تمام؟ جت قبلها فيرب من فيربات الميول بحط ليه او لا او الا ابصرف حسب الكلمه. غير كده بحط بعدها اسم جمع والدي. دي كل احتمالات الكانتيتي الكميه. بالنا المعلومه دي مهمه جدا يا جماعه. الامر يا ميس، الامر احنا عارفين الاو بتتحط ما بين الفاعل والفاعل، الفاعل والفعل. في حاله الامر طبعا الامر انا ما عنديش هنا فاعل فبتتحط، بحط هنا شرطه وبحطها بعد الفيرب. افعال المجموعه الاولى في حاله الامر مع البرونو لازم ارجع الاس تاني. هي الاس دي مش كانت محذوفه؟ عشان هنا احنا اتفقنا لما اقول هنا تي انت مانج بتاكل وعايزه اعملها امر اقول لك كل، فبتحذف التي وبتحذف الاس فبتقول مانج كل لبواسو مثلا سمك. لا في حاله الامر ده لما جيت بعديه الضمير برجع الاس تاني عشان بتجيلي في الاختياري. بيجيبها كده في الاختياري يقول مانج ودي اون ده اختيار، او مانج واحط الاس اون. يبقى اقول له لا انا لازم اخد اللي فيها الاس عشان هنا الاو جه بعد الفيرب مش قبليه. في الحاله ديت بحط الاس. هنا بوا اون يعني اشرب ميه كتير مثلا، ادي امر. ده فيرب بوار يشرب دي مجموعه ثالثه فالاس الاس كده كده موجوده انا ما بقدرش احذفها، انا بتكلم على المجموعه الاولى. طيب انا عندي مصطلح اليا يعني يوجد. لما اجي انفيه واحط البرونو بحطها فين؟ يا لما اجي احط البرونو بحطها هنا ما بين الجريك والا، وفي حاله النفي بتدخل معاهم في النفي. إنيا أون أبا دون لو فريغو يعني ما فيش حاجه موجوده في الفريزر. تريكات ومعلومات مهمه جدا بقى معايا في المعلومات الصغيره المهمه جدا ديت عشان مش تخسرنا درجات. لما اقول لتر دو يعني كم لترات الميه مثلا انت بتستعملها او بتشربها في اليوم، هقول هنا بقول كم للعدد كومبيان، ده مصطلح. وادي الدو خلي بالنا شفتها كتير في امتحانات، كومبيان دو لتر وبعديها اسم جمع، لتر اخرها اس. تبقى ده مصطلح على بعضيه. الدو ديت ما ينفعش اجمعها، كومبيان دو مفرد اهو دو وبعديها اسم جمع. يقول لي اسم الشيء اللي انا عايزه اسال على سعره. ليه بوم التفاح واقول ساقوت مفرد جاي مفرد ساقوت كم يتكلف كومبيان. مثلا ليه بوم طريقه اخرى اسال فيها عن السعر، صافي مفرد اهو صافي كومبيان كم يتكلف. الشيء اللي انا عايزه اسال عنه وادي فيرجيل صغيره اهو واقول سي كومبيان يعني ده بكام. يبقى ايه الثلاثه مفرد اهو ساقوت صافي سي كومبيان سعره قد ايه. طيب لو انا بقى جبت الشيء بعديه بقى قلت كومبيان كوت جمع. ليه بوم كم يتكلف التفاح هنا جت جمع. طب لو عايزه اقول هنا كم يتكلف وجبت دي مفرد هعمل دي كوت مفرد.
طيب يبقى الشيء لو جت الاول وفي فيرجين هنا بقول ساكوت، صافي، سي، كومبيان. انا من المصطلحات دي امتى بستعمل وي ونو. وي لو انا عندي بوافق على الشيء، وي يعني نعم زي يس. طيب نعم يعني اوكي، بيان سير بالتاكيد، داكور يعني موافق، افيك بليزير بكل سرور. طيب امتى بستعمل نو؟ ديزولي متاسف، با دي تو يعني مطلقا لا، جامي يعني انا بنفي لا. لو السؤال منفي الاثبات بتاعه بسي يعني بلا. لو انا هرفض بقول نو، لان ما بستعملش وي. ازاي يا ميس؟ ادينا مثال. لما اقول هنا تيني في با دي سبورت، هو انت ما بتعملش رياضه، بتمارسش رياضه، ادي الايه؟ ده سؤال منفي، بسالك بس عن طريق النفي. ما دام انا شفت نفي، الجزء الثاني من السؤال لازم اقراه كويس قوي. جي في ديس تونس، انا بعمل تنس، يبقى لا، لا ده انا بمارس رياضه وبلعب تنس، هقول له سي يعني بلا. طب قلت لا انا ما بلعبش خالص، هقول نو. تمام؟ اصلك المقارنه في الجمل الاربعه دول، عمرك ما تغلط في سؤال المقارنه ان شاء الله. لما اقول هنا ماري دي بنت او بلي جروس كو ليون، هي اتخن من ليون. طب انا عندي هنا بقارن في صفه، ما دام بقارن بصفه بحط الصفه ما بين هنا ادوات المقارنه اللي هي بلي وادي كو، او موا واقول كو، او سو كو. طيب ايه المعلومه الثانيه اللي تخلي بالك منها؟ في حاله مقارنه الصفه بتتبع الموصوف. ماري هنا بنت، فكلمه الجروس جت مؤنثه، ما قلتش جرو عشان لما تجيبها لي في الاختيار. تمام؟ تبقى الصفه بتتبع الاسم الاولاني. طيب لما اقول لك لا تختين الفطيره، كلمه مؤنثه، وقلت سي بلو سكري، مش انت قلت يا ميس الصفه بتتبع الاسم الاولاني؟ المفروض سكري دي زود لها ايه؟ هقول لك لا. ما دام هنا عندي قاعده في اللغه الفرنسيه، لو شفت كلمه سو بيجي بعديها صفه مذكره، حتى لو الجزء الاول من الجمله مؤنث. معلش دي تفاصيل مهمه. طيب يبقى هنا كلمه سي خلتني اخلي الصفه هنا مذكره، سكري يعني مسكر، الفطيره مسكره عن الباء الخبز. تبقى ده النوع الاول من المقارنه. النوع الاول من المقارنه بحط الصفه ما بين ادوات المقارنه. طيب النوع الثاني او الثالث، انا دخلت الثاني، مش مشكله الترتيب. لي جارسون الاولاد مانج، يبقى ده فيرب يعني فعل. ما دام لقيت فعل يبقى بحطهم جنب بعض لازقين في بعض، بلوكي، موانك، اوتانك، لازقين في بعض. النوع الثاني 3 انواع. لولي لبن كونتيون يعني بيحتوي بلو دي كالسيوم، كل لو با عنده كالسيوم، محتوي على كالسيوم اكتر. في حاله الاسم النوع لازم اجيب الدو قبل اداه المقارنه، بلو دو وادي الاسم وادي كو، بلو دي وادي الاسم ادي موان دو، او هنا اوتان دو واجيب الاسم. وصل معايا لنهايه الفيديو، ما ينساش اللايك والشير ورفع الفيديوهات تشير على اصحابنا الكل يستفيد. ده سؤال بنجاوب عليه في الكومنتات. لما اقول جمانج انا باكل، بواسو سمك، كولا فياند، عندي مقارنه دي الكو هنا وادي هنا، ده بحدد هو ده اسم نو ولا ادجكتيف صفه. لو هو اسم هتاخد ايه هنا؟ بلو ولا بلو دو ولا بلو كو؟ شوف ايه اللي يناسب واكتب الاجابه في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بطلاب الصف الثالث الثانوي. النهارده هنعمل مراجعة على اليونيتي 3 الوحدة الثالثة بأهم تركات ال3 دروس. يا ريت نشترك في القناة ونفعل الجرس. في سؤال في نهاية الفيديو يا ريت نجاوب عليه في الكومنتات. احنا عارفين يلا اللي هو جمع الصفات والأسماء. الجمع في اللغة الفرنسية بضيف للنوع الاسم أو الأدجكتيف الصفة الأس أو الإكس. طب ده احنا عارفينه يا ميسا. والأداة برضو بتتجمع، لو عندي ان او ان دايما الجمع بتاعهم بيكون دي. طيب لو الكلمة اصلا يا ميس اخرها الاس والاكس بعمل فيها ايه؟ زي كلمة بغي يعني السعر اخرها الاكس. طيب هنا لما اجي اجمعها تبقى كما هي لا تتغير. كلمة جرو يعني تخين تبقى كما هي في حالة الجمع. تمام؟ عندي كلمة ايه غي يعني سعيد، في حالة البلوريال الجمع تبقى كما هي لا تتغير. أمال إيه اللي بتغير؟ الأداة اللي قبليها. يعني بغي السعر تتحول هنا للدي، فأنا بقدر أميزها بالأداة.
تمام. طيب دي اول معلومه نخلي بالنا منها. الكلمه زي كلمه ان شيفال زي حصان اخرها ال تبقى الكلمه او الادجكتيف او النوم الاسم او الصفه اللي اخرهم ال في حاله البلوريال بتحولوا ل او اكس. تمام. يبقى هنا هنقول دي شيفو. تمام، يعني حصنه. طيب زي كلمه انيمال حيوان اخرها ال في حاله البلوريال اني مو يعني حيوانات. حاله الصفات عندي كلمات زي ديت نو اسماء. طيب adjective صفات زي كلمه اوريجينال يعني اصلي، جينيال عبقري، برنسيبال اساسي. طبعا عندي هنا القاعده بتقول ال بحولها اكس، هقول هنا اورجي نو. تمام، اكس. ونفس الكلام كلمه جينيال هقول هنا جينيو. طيب عندي برنسيبال برنسيبو. تمام، ده في حاله البلوريال جمع الاسماء وجمع الصفات. دي صفه بتبقى اخرها في حاله البلوريال بضيف لها الاكس، تبقى هنا بو يعني جميل في الجمع بتاعها بضيف لها الاكس. نوفو يعني جديد في حاله البلوريال بضيف لها الاكس. طيب في 3 كلمات نخلي بالنا منهم. هنا في 3 صفات. اورانج يعني اللون البرتقالي، هنا سوبر يعني رائع، عندي مارون اللون البني. اورانج سوبر مارون ال3 صفات لا يجمعوا ولا يتغيروا. تمام، ما بيتغيروش في حاله الجمع ولا بضيف لهم اس ولا اكس. خلي بالنا من ال3 صفات دول مهمين جدا. نخلي بالنا لما اقول المعلومه دي مهمه جدا. سيسون فوتو يعني ديت صور. سهله يا ميس كلمه فوتو صور جمع اخرها الاس فبدي دي شيء طبيعي. طيب هقول لك كده صح مفيش مشكله. امال لو كتبت نفس الافراز وقلت سي سون وكتبت هنا بيل فوتو يعني ديت صور جميله. ايه الفرق؟ هنا كلمه فوتو جمع، خلي بالك صور دي جمع وجمع مؤنث. تمام، مسبوقه بصفه جمع يعني بالجميلات يعني صور جميله جدا. هحط دي؟ لا، في الحاله دي بحولها لدو وليس دي. تبقى انا عندي الدي هنا تحول للدو في حاله ايه؟ لو الصفه او الاسم الجمع مسبوق بصفه جمع. عندي فيرب سافوار، فيرب بمعنى يعرف. الفيرب ده مهم جدا هنتعلم عنه معلومات. ما اقول هنا جو سي ده التصريف بتاعه يعني انا اعرف، تي سي انت او انت تعرفين، ال سي وال سي. نو سافو الفي بترجع تاني في البلوريال الجمع، فو سافي il و elle savent والاي انتي نو سي برونونس بقى ما بنطقهاش. تمام. طيب فيرب سافوار ايه اللي لازم نعرفه عنه؟ لما اقول هنا الفيرب ده بيجي بعديه فعل في المصدر. جو سي يعني انا بعرف، مونتي ا شيفال يعني بعرف اركب الحصان. تبقى فيرب مونتي هنا يصعد، تبقى فيرب سافوار مصرف بعديه فيرب في الانفينيتيف في المصدر. احنا عندنا قاعده في اللغه الفرنسيه اي فيربين ورا بعض الاول مصرف والتاني في الانفينيتيف في المصدر. طيب فيرب سافوار اما اقول هنا لما اجي انفيه اقول ايه؟ جو ني سي با عادي جدا انا ما بعرفش. ها مونتي واكمل الفراز بتاعتي عادي اركب الحصان. طيب المعلومه الثانيه عن فيرب سافوار، فيرب سافوار بليس فيرب جوي. فيرب جوي او جوي بمعنى يلعب. احنا متفقين ان الفيرب جوي احنا خدناه في الوحده الاولى ان هو بيجي بعديه اداتين، يا اما بيجي بعديه الادوات المدغمه اللي هي او والا و اكس ال ابوستروف لما يجي بعديه رياضه، ويجي بعديه الدي والدي لا والدي ال ابوستروف، ودي الجمع لما يجي بعديه آلة موسيقية. طيب احنا عارفين كده يا ميس، احنا بنراجع قواعد الدرس الاول في اول وحده. اما اقول هنا
جو سي يعني انا بعرف. جوي ادي الفعل هيكون في المصدر غير مصرف، واحد مصرف والتاني في المصدر. انا بعرف او فوت يعني انا بعرف العب كرة القدم. تبقى فيرب جوي خد هنا او عشان بعديه رياضة. هقول هنا جو سي انا بعرف جوي دي بيانو يعني انا بعرف العب بيانو. هنا خد الدي لان بعديه آلة موسيقية. بالك في معلومة مهمة جدا، ده فيرب سافوار خدناه مع فيرب جوي، هناخده دلوقتي مع فيرب فير يعمل. طيب احنا متفقين ان فيرب فير مع الرياضة بياخد البارتيتيف دي لا ودي الا ابوستروف ودي الجمع. ايه المعلومة الجديدة اللي احنا هنعرفها دلوقتي؟ طيب ناخد مثال على دي. اما اقول هنا جي سي انا بعرف فير ان انا اعمل دي فوت كرة قدم. شوف اتغيرت الفراز ازاي؟ مع فيرب جوي خدنا او فوت. تمام؟ طيب يا ميس سهلة جدا. طب نفيد الجملة دي سهلة، هقول جو نو سي ركز با في تركاية جاية. انا ما بعرفش فير ان انا اعمل دي فوت، ما بعرفش العب كرة القدم. ايه يا ميس مش انت قلت لنا لما يبقى الفراز فيها نفي بنحول البارتيتيف لدي ودي ابوستروف؟ لا انا قلت كده وده صح، بس لو في فعل تاني في الجمله وقع عليه النفي ما احولهاش. يعني لو فيرب فير لوحده احول اما فيرب فير مسبوق بفيرب وقع عليه النافيه تبقى الاداه تنزل زي ما هي. هقول هنا جو نو في با دي فوت. هنا حولت اهو في النفي لان فيرب فير هو اللي اتنفى، اما هنا فيرب فير ما اتنفاش فبسيب الاداه بعديه. تمام؟ طيب المعلومه اللي جايه دي مهمه جدا. هنا فيرب سافوار بليس فيرب فير مع المنزليه، يعني حاجات انا بعرف اعملها في المنزل. في الحاله دي فيرب فير هياخد لو ولا والا ابوستروف وليه الجمع. ازاي؟ اما اقول انا بعرف اعمل الطبخ او بعرف اطبخ هقولها ازاي؟ هنا جو سي فير لا كويزين يعني انا بعرف اطبخ. تمام؟ جو سي فير انا بعرف هنا ميناج يعني بعرف اعمل اعمال المنزل. سي فير لي كورس يعني بعرف اعمل كورس المشتريات واشتري حاجات من السوبر ماركت. تبقى هنا خدنا ليه، خدنا اللو وخدنا اللا مع فيرب فير في المهام المنزليه مع فيرب سافوار. احنا لمينا الوحده الثالثه الدرس الاول. الدرس الثاني بتكلم على النفي الكلي والنفي الجزئي. يعني ايه يا ميس نفي الكلي الاول؟ النفي الكلي ان انا بنفي بالني والبا. تمام؟ طيب ولو عندي ادوات نكره او ادوات بارتيتيف تجزئه في الافراز، في الحالة النفي يا جماعة دي قواعد مسلمة بحولهم للدو ودي ابوستروف، ما عدا لو الافراز فيها فيرب اتر ما حولش اسيبهم زي ما هما. يبقى النفي الكلي ان انا بحط الفيرب بتاع الافراز الجملة بحطه في بين الني والبا. تمام؟ لو عندي وإن ودي ودي لا ودي الا ابوستروف ودي الجمع بحولهم في حالة النفي للدي ودي ابوستروف. اتفقنا ان انا عايزة انفي مثلا اليا دي موستيك على كامباني يعني يوجد ناموس في الريف، عايزه انفي الافراز ديت. ادي السجل فاعل هقول ايه. طيب الجريك هم دول اللي هيتحطوا بين طرفي النفي، واحط هنا ان ابوستروف عشان الجريك حرف الفويل متحرك وادي البا. كده انا نفيت نفي كلي. تمام؟ طيب ما انا عندي الدي بحولها الدو موس تيك واكمل الافراز بتاعتي. طيب احنا اتفقنا لو لقينا الدي والدي الا ابوستروف مع فيرب جواه في حاله النفي ما بحولهمش، احنا خدناها في الدرس الاول.
تمام، دي معلومة مهمة نخلي بالنا منها. نفي الجزئي، تيجي ناخد يعني نفي الجزئي مع بعض. لقيت كلمة كلكا يعني شخص ما، يبقى بسأل على إنسان عاقل، أو كي يعني من، أو أكي إلى من، أو أفيك كي إلى من. في الحالة دي بنفي بإيه؟ بنو بيرسون يعني لا شخص. Il y a quelqu'un dans la cour يعني يوجد شخص في الحوش، هقول له لا يوجد شخص، يبقى كلكا هستبدلها بنو بيرسون. احنا اتفقنا الكريك والآ هم اللي بتنفوا، هقول il n'y a personne dans la cour يعني لا يوجد شخص في الحوش. أكي إلى من تباغي، إلى من أنت تتحدث، هقول هنا جي أنا ne parle à personne يعني أنا ما بتحدثش مع حد. لقيت أكي يعني إنسان عاقل، فاستبدلت النفي هنا ne personne. حرف الجر يوضع زي ما هو، حطي لي افيك احط افيك، حطي لي احط دي اول واحده من النفي الجزء. الثاني من النفي، لو لقيت كلمه quelque chose que qu'est-ce quelque chose que qu'est-ce بنفي بنو rien يعني لا شيء. tu veux faire quelque chose هو انت سوف تعمل حاجه، هتعمل حاجه quelque chose حاجه غير عاقل، بسأل على شيء غير عاقل، هقول هنا je ne سامعاكم بتقولوا vais rien faire انا مش هعمل اي حاجه. احنا متفقين لما يكون عندنا فيربين بننفي الاولاني، تمام؟ تبقى هنا rien جت عشان كلمه quelque chose. طب لو لقيت que اخد rien، كسك اخد rien، برضو بسأل على شيء غير عاقل باخد rien. هنا encore يعني ما زال، لما اجي انفيها بقول ne plus يعني لم يعد، لم يعد. طيب لما اقول هنا tu as encore faim يعني انت لسه جعان، verb هنا faim بتاخد معاها فيرب افوار، نخلي بالنا عشان دي بتيجي في الاختياري. طيب انت لسه جعان، انا شفت كلمه انكور، هقول هنا je n'ai انا هنا بلو فلم اعد جعان، انا لم اعد جعان تبقى هنا بلو عشان انكور. طيب لو قال لي tu veux un autre gâteau عايز جاتو تاني، طيب انا ما عنديش كلمه انكور بس هنفي نبلي ليه؟ طب ما انا ماليش لاقيه كلمه انكور، يعني بنفي ان انا مطلقا مش عايز حاجه تاني، يعني انا استكفيت خلاص. هقول هنا نو لا جو. هنا كلمه اوتر جاتو بستبدلها بالبرونون اون، فاكرين؟ هقولها اون بلي يعني لم اعد اريد شيئا اخر، انا كده خلاص استكفيت، استبدلت المفعول كله بالبرونون اون، تمام، ونفيت بنو بلي تدل على الاكتفاء. اخر واحده في النفي سوفان غالبا، توجور دائما، كيلك فوا احيانا، باغ فوا، كان يعني متى. لو شفت اي واحده منهم لما اجي انفي بقول نو جامي، جامي يعني مطلقا. اما اقول هنا كان تو va à la campagne متى أنت تذهب إلى الريف، هقول هنا لا، هنا je ne vais jamais مطلقا، أنا مش هروح على كامبانيا، هروح إلى الريف. طبعا ليه هنا خدت جامي؟ عشان عندي كان يعني متى. حطينا قواعد الدرس الاول والثاني في الوحده الثالثه، بقى لنا الباسي كومبوزي في الدرس الثالث ده هنزل له فيديو بعد ده بامر الله. هقول هنا ده سؤال نكتب اجابته في الكومنتات. اما اقول تي سور لو سوار هو انت بتخرج في المساء، ايه رايك لما اجي انفي الفراز دي؟ هقول هنا جو نو سور انا ما بخرجش، تمام، لو سوار يعني مطلقا. احط هنا ايه يا جماعه؟
احط با تنفع، واحط ولا احط جامي مطلقا؟ يعني بنفي ان انا ما بخرجش مطلقا. تمام؟ يا ريت نكتب الاجابه في الكومنتات وقولوا لي دي لو الاثنين ينفعوا، ولا دي بس اللي تنفع، ولا دي اللي تنفع، وانا هجاوب عليكم ان شاء الله بامر الله. يا ريت نشير الفيديو لاصحابنا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اوفر.